هذه الفتاة تمتلك قدرة الانتقال الآني، وفي لحظة اندفاع تقرر استخدام قوتها لسرقة 5 مليارات من أحد البنوك، لكن بعد فترة تعيد المبلغ بالكامل عندما تكتشف أن أكثر من نصفه سيقتطع كضرائب. في اليوم التالي تصل أغنى طالبة في المدرسة بسيارة الرولز رويس فاخرة، فيتوجه الجميع بنظراتهم إليها، لكن ليس إعجابا بها بل فضولا لمعرفة ما إذا كانت السيارة تحتوي على شبكة واي فاي. وفي وقت الغداء تذهب الفتاة ذات القدرة إلى مستودع المدرسة للتدرب من جديد، لكنها في محاولتها التالية تنتقل فجأة إلى منتصف السماء، وعندما تعود تسمع أصوات غريبة قادمة من خارج المستودع، يدفعها الفضول إلى النظر من النافذة، فترى الطالبة الغنية المسماة روا وهي تضع أحمر الشفاه على وجه أحد الزملاء وترش عليه الماء ساخرة منه بلا توقف. وأثناء مراقبتها لها من مخبئها تشعر روا بأنها تحت المراقبة، فتبتسم ابتسامة استفزازية وتنادي الفتاة للخروج من المستودع، وما إن تخرج حتى تباغتها روا بصفعة قوية تكسر نظارتها، ثم ترمي المال على الأرض قائلة بسخرية: اشتري لك نظارة جديدة. وتنضم فتيات أخريات إليها بالضحك ويقولن لضحيتها أنه إن أرادت أن تضرب أكثر فلتجمع مالا كافيا لإجراء عملية تجميل. ثم تبدأ روا بإهانة والدها مدعية أنها لا تملك أبا أساسا، دون أن تعلم أن والد الفتاة كان شرطيا قتل أثناء أداء الواجب وهو يقاتل مجرمين. تلك الكلمات تشعل نارا قاتلة بداخلها. بلا تفكير تمسك الفتاة بروا وتنتقل بها آنيا إلى سماء المحيط، وعندما تدرك روا أين أصبحت تبدأ بالصراخ يائسة، لكن الأوان قد فات. تفلتها الفتاة في الهواء فتهوي روا نحو البحر. بعدها تعود الفتاة إلى المستودع بابتسامة خفيفة شاعرة بلذة غريبة، فقد بدأ كل ذلك يتحول إلى متعة بالنسبة لها. وفي تلك اللحظة كانت روا تغرق ببطء في أعماق الماء، بينما لا أحد في المدرسة يعرف كيف اختفت فجأة. وهكذا نرى أن مع القوة العظيمة تأتي الانتقامات الأعظم. إذا أعجبتك القصة وترغب بالمزيد من الأحداث المشوقة فلا تنسى الاشتراك في القناة ووضع إعجاب وترك تعليق راق يدعمنا لنستمر في تقديم الأفضل. اسم الويبتون في وصف الفيديو. شكرا لكم وإلى اللقاء.